هل ممكن في يوم من الأيام نوصل إننا نقرأ أفكار بعض بشكل حقيقي؟ خليني أبهرك وأقولك إن العلم بالفعل ابتدى إنه يعمل كده. القدرة على قراءة الأفكار كانت دايما جزء من أفلام الخيال العلمي، لكن مؤخرا العلم بدأ يدخل في المنطقة دي في تجارب حديثة بتحاول تستخدم تقنيات زي التصوير بالرنين المغناطيسي والذكاء الاصطناعي لفهم وتحليل إشارات الدماغ. العلماء عملوا تجربة قدروا يترجموا إشارات الدماغ لكلمات وأفكار باستخدام الذكاء الاصطناعي. يعني لو نعتبر شخص بيفكر في جملة معينة، الكمبيوتر بيقدر يقرأ الإشارات دي ويحولها لنصوص أو صور. وطبعا التكنولوجيا دي لسه في بدايتها، لكن من الممكن جدا في يوم من الأيام نصحى نلاقيها بقت موجودة فعلا على أرض الواقع، وتبقى وسيلة للتواصل بين الناس من غير كلام، أو حتى لمساعدة الأشخاص اللي عندهم مشاكل في التواصل زي مرضى التصلب الجانبي الدموري ل ALS. لكن السؤال هنا، هل ده هيكون مفيد ولا خطر؟ هل هنقدر نحمي أفكارنا من التجسس؟ هو الأكيد إن ده شيء مجهول مستقبله، لكن هيفتح أبواب جديدة لفهم الإنسان وعقله. والأكيد إن لو العلم قدر يحقق ده، حياتنا هتتغير بشكل جذري.